فيه لحظات في حياتنا بنكون على حق ونعمل كل اللي نقدر عليه وندعي ونجاهد ونتعب، لكن رغم ده كله بيحصل انهيار، بنخسر، بنتألم، ويجي السؤال اللي يكسرك من جوه: ليه يا رب؟ أنا كنت صح. غزوة أحد، السنة التالتة للهجرة. قريش جاية تنتقم لهزيمتها في بدر. 3000 مقاتل بقيادة أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ب1000 من الصحابة. لكن في الطريق عبد الله بن أبي رأس النفاق ينسحب ب300، فبقى النبي معاه فقط 700 رجل، ووقفوا وجبل أحد خلفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حط 50 راميا على الجبل وقال لهم: لا تتركوا أماكنكم، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. بدأت المعركة وانهارت صفوف قريش تحت سيوف الصحابة. بدأ النصر يظهر وفر المشركون. الفرحة سادت، وال50 راميا على الجبل شافوا الغنائم فظنوا إن المعركة انتهت، فنزل معظمهم. خالد بن الوليد، وكان وقتها في صف الكفار، التف بالفرسان وضرب جيش المسلمين من الخلف. الصف انهار والفوضى دبت. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال دم من وجهه الطاهر، وصاحوا: قتل محمدا. فانكسر قلب الصحابة وتراجعوا وانهارت قلوب المؤمنين. وسط الدم والدخان والضياع وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: إلي عباد الله، أنا رسول الله. ورجع الصحابة يتجمعوا حواليه، وفي عز الجرح ربنا ينزل آيات: بسم الله الرحمن الرحيم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. المصيبة مش من ضعف الحق، المصيبة من قلة الطاعة، من استعجال النصر، من عدم الثبات. أحد علمتنا إنك ممكن تكون صح لكن تستعجل، إنك ممكن تكون مع الحق لكن تفرح قبل ما تكمل. علمتنا إن النصر مش لحظي، النصر طريق طويل مليان اختبارات، والثبات هو أول شرط في النصر. أحد مش هزيمة، أحد كان درس من ربنا علشان يعرفنا إن الطريق مش دايما مستقيم، وإن المؤمن يمتحن ليقوى لا ليكسر. ولما صبر النبي صلى الله عليه وسلم رغم الجراح والدم، نزل التأييد وكتب الله له النصر في النهاية. ثبت قلبك حتى لو كانت المعركة لسه في بدايتها، واذكر دايما: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الله فكان الله معه.